أما في مكان تاني تماماً بتكون والدة تشارلي راكبة العربية وبتدور عليه وبتكلم زوجها وبتقول له إن هي راحت المدرسة وما لقيتوش هناك. وعند الإرهابيين اللي بيكونوا واقفين ومظلومين إن تشارلي قدامهم وبيقعد يتكلم معاهم عن إحساس الألم، وبعد كده بيقول لهم انتوا اللي هجمتوا علينا امبارح وثبتوا الألم لأهلي وأصدقائي. ساعتها أول ما هم بيسمعوا كده بيتصدموا، وهو ساعتها بيطلب منهم يروحوا للشرطة ويسلموا نفسهم. بيسألوه هو عارف مكانهم إزاي، فبيقول لهم إن هو تتبع الإرهابي اللي جاب لهم الدواء، وبيكونوا عايزين يستخدموا المسدس لكنه بيقول لهم ما تستخدموش المسدس، مش لازم. وهم ساعتها بيتصدموا. ساعتها قائدهم بيقول له إن هم خلاص هيسلموا نفسهم، وبيركبوا كلهم العربية. وبيفضل قائد الإرهابيين إن هو يقنع تشارلي إن أهله مش بيحبوه وإنهم بيشفقوا عليه وإن مفيش حد بيحبه رغم إنه أكتر كائن متميز في العالم، وبيحاول يغسل دماغه عشان يكون معاهم. ولكن بطلنا مش بيقتنع. ساعتها القائد بيشاور للسواق عشان يزود السرعة، وبعدها بيضرب السواق بالسكينة في بطنه وبينط من العربية. وبيكون والدة بطلنا هي ولوسي في القسم وبيسمعوا صوت حادثة، ولما بيخرجوا بيلاقوا بطلنا خارج من العربية المقلوبة وبيشد الشخص اللي فيه، وبنشوف ان هو مسك السكينه اللي كان الشخص مطعون بيها، والشرطه ساعتها بتبقى عايزه تقبض عليه. وبنشوف ان في الليل الشرطه بتهاجم على المقر وبتقدر انها تقبض على 6 افراد من المنظمه، وبيكونوا قابضين على بطلنا هو كمان، وعند رئيس العصابه وصديقه اللي بيكونوا هربوا وعايزين يحرروا تشارلي من الشرطه. وبعد كده لوسي بتروح لاهل تشارلي وعايزه تعرف هو ايه اللي هيحصل، لان عدى 10 ايام ولسه تشارلي محبوس، فهم مش بيكونوا عارفين لان الشرطه مش بيعاملوه كبني ادم. وبيحكوا لها ان لما كانت تشارلي لسه عنده 5 سنين الاطفال اللي معاه في الحضانه تنمروا عليه ورموه في المسبح، وهو الطابع غريزته هجم عليهم كلهم وضربهم، ولما الشرطه حاولت انها تقبض عليه ضربهم هم كمان. ولكن لما الاطفال لقينا فيهم اصابات طفيفه كتمنا على الموضوع ومفيش حد عرفه، ولكن تم الحكم عليه انه يفضل في البيت ده لمده 10 سنين محدش يعرف عنه حاجه. وبعد كده بنشوف ان كلهم ركبوا العربيه ورايحين يزوروا تشارلي، ولما بيوصلوا الشركه بتمنعهم يدخلوا مهما فضلوا يترجوهم. لكن لوسي بتبقى عايزه تجري على تشارلي، لكن الشرطي بيمسكها وبيمنعها، فهي بتنادي على تشارلي بصوت عالي، وهو بيجي وبيبان هو فشخ الضباط اللي كانوا بيحموا زنزانته، وبيجي وبيمسك الشرطي التاني اللي كان ماسك لوسي وبيقول لها هو انت كنت بتنادي عليا ولا ايه؟ وبعدها بنشوف إن تشارلي بيرمي الضابط على أصدقائه وبيكون عايز يمشي، لكن الضابط فيل بيمنعه وبيرفع السلاح عليهم. بس لوسي بتمسك تليفونها وبتبدأ إنها تصور وهم بيهددوهم بالسلاح، وكمان مش معتبرين تشارلي إنسان وإنه شيء ممتلك. لكن لما الضابط بيخاف من تشارلي بيبقى عايز يطلب دعم، لكن ساعتها بيوصل ضابط اسمه روي وبيكون رتبته أعلى منه، وبيقول لتشارلي وأهله إنهم يقدروا يروحوا، وبيطلب من باقي الضباط يمشوا يشوفوا شغلهم. وبيكونوا أهل تشارلي مستغربين لكنهم بيمشوا، والضابط فيل بيكون متعصب جدا. ولما هانا بتروح بتكلم النائبة دافني، ودي اللي بتكون أعطت أمر بإطلاق سراح تشارلي، ولكنها مش بتكون خايفة عليه ولا حاجة، هي بتعمل كده علشان مصلحتها مع والدته. وبتقول لها إن الإرهابيين النباتيين دول عملوا مشاكل كتير في الانتخابات الجاية، وإن لو حصلت حاجة تاني هيقبضوا على تشارلي. وفي اليوم التاني بيكون تشارلي في المدرسة، ولكن بيلاقي على الخزانة بتاعته شتايم. ساعتها بتيجي لوسي وبتاخده وبتمشي وبتدخل معاه الفصل، وبتبدأ إن هي تشرح له على السبورة حقوق الإنسان دي، وأول حاجة إن هو يكون صداقات ويتكلم مع الناس. ولما بتروح عشان يطبقوا الدرس ده كل ما بتكلم حد بياخد بعضه وبيمشي، ومفيش حد بيرضى يقعد معاها. وفي الآخر هي بتاخد بطلنا وبيقعدوا في الحديقة يتكلموا، وبيعرفوا إن مفيش حد عايز يكلمهم بسبب الهجوم اللي عليهم على السوشيال ميديا. وبتكون لوسي قاعدة وبتفتكر لما اتخانقت مع أمها بسبب إنها عايزاها تبعد عن تشارلي، لكن لوسي بتتخانق معاها وبتمشي من البيت، ولما بتبص قدامها بتلاقي تشارلي باصص لها، فهي بتضحك ساعتها وبتقرر إن هي تخليه يتكلم مع البنات والأول عشان يكون صداقات. وبنلاقي الولد اللي كان بيدعم المنظمة قاعد وبيبص على صورة القبض عليهم وهو حزين. وبعد كده لوسي بتاخد تشارلي وبتخليه يتعرف على البنات، ولكن هم بيكونوا خايفين منه لأن شكله غريب جدا، ووسط ما هم بيتكلموا بيلاقوه طالع على المبنى، ولما بينزل البنات بيخافوا منه وبيهربوا، وهو كان طالع علشان يلحق طائر كان واقع من العش. وبعد كده بيقعدوا مع بعض وهي بتفضل تشتم في كله وإن كلهم أغبياء ومفيش حد فيهم عاقل ولا فاهمين أي حاجة، وإنها زهقت من المدرسة واللي فيها، وهي بتقعد تصيح بقى وبتاع. فتشارلي بيقول لها أنت اللي مش عارفة تكوني صداقات مع البشر، بس لو عليا أنا مش عايز صديق غيرك أنت. ساعتها هي بتتكسف وبيقعدوا يهزروا مع بعض، والجميع بيكون مستغرب لأنهم أول مرة يشوفوها بتضحك. والبنتين اللي لسه سايبينهم وهربانين بيبقوا عايزين يجربوا يتكلموا مع تشارلي، وبالفعل بيروحوا وبيسلموا على تشارلي ولوسي وبيبقوا عايزين يقعدوا معاهم، وبالفعل تشارلي ولوسي بيوافقوا وبيقعدوا معاهم وبيتكلموا. وبيكون الولد اللي شفناه قبل كده برضه واقف وبيراقبهم. وبننتقل للقسم وبنشوف الضابط فين وهو متعصب بسبب انهم اطلقوا سراح تشارلي، ولكن الضابط التاني بيفهمه انهم عندهم قضايا تانية وما يشغلش باله بتشارلي لانه اساسا مش من الارهابيين. وبنرجع للمدرسه وبيكون الطالب اللي بيراقب تشارلي واقف وحاطط لوحات بيدعم النباتيين، وبيجي الطلاب وبيبداوا ان هم يتريقوا عليه، وخصوصا الولد اللي اسمه اوزي، وبيضرب له اللوحات بتاعته برجله وبيقول له لو انت بتدعم الاحساس طب ما النباتات كائنات حيه وممكن تكون بتحس عادي. وبيبداوا المدرسه كلهم انهم يتريقوا عليه ويضحكوا. وبعدها بنشوف الولد النباتي بيقول لأوزي النور الأحمر يعني أقف، هو أنت ما تعرفش كده أصلا؟ دي حاجة بديهية يعني.
حتى لو مفيش فاصل واضح بين الأحمر والأخضر. السواقين عمرهم ما بيتجاهلوا الإشارة الحمراء علشان عارفين إنهم ممكن يتسببوا في موت حد. حتى أنت تقدر تعمل حاجة بسيطة زي إنك تقف عند الإشارة الحمراء. السؤال الحقيقي بقى، هل أنت بتحس بالألم؟ حتى لو إحنا مش عارفين النمل أو حتى الملفوف عندهم وعي ولا لأ، بس إحنا متأكدين 100% إن البقر بيتألم، زي بالظبط ما كلبك اللي مربيه في البيت بيحس بالألم. يا أوزي فيفرز جونيور، ما تجيش تقولي إنك فاكر كلبك مش هيحس بأي وجع لو اتشنق أو اتقطع حتت. ساعتها أوزي بيتعصب وبيكون عايز يضربه، ولكن شارلي بيتدخل وبيمنعه بكونك للجميع بيتفرج على الكلام ده على النت، وحتى كمان الإرهابي، لغاية ما أوزي بيسيب الولد بسبب الألم اللي حسه في إيده من إيد شارلي. وبعد كده بتروح لوسي علشان تساعد الولد اللي اسمه جاير، وبتقوله إنها فاهماه ولكن طريقته مش صح، فهو بيتعصب وبيقول لها أنا بخاطب العبيد فلازم أسيادهم يزعلوا. ساعتها أصدقاء لوسي بيوصلوا وهم معاهم 2 من المدرسين، واللي ساعتها بيمسكوا جاير اللي بينادي على تشارلي وبيقول له أنت إزاي مش بتدعمنا وأنت أكتر واحد المفروض مننا؟ ولكن تشارلي بيقول له إن هو شخص عادي ومش بيمثل حد. وبالليل بنشوف إن أهل جاير متضايقين بسبب إن هو خد إقامة جبرية في البيت، ولكن هو أساساً بيكون في غرفته فاتح بث وعمال يتكلم مع الناس، والناس بتكون حزينة علشان هو حزين، ولكن بيظهر شخص في البث بيقول له أنت صح واحنا بندعمك، لو عايز تنضم لنا اخرج من البيت هتلاقينا. وبالفعل بينزل وبيلاقي الإرهابيين قدامه وبيروح ياكل معاهم في المطعم، ولكن بيجي صاحب المطعم وهو متعصب وبيكون عايز يمشيهم وبيتنمر على بشرتهم وشكلهم. وفي الليل صاحب المطعم بيكون بيرمي الزبالة، ولكن الإرهابيين بيخطفوه وبيفضلوا يضربوا فيه، وبعد كده بياخدوه في العربية وبيمشوا، وبيدي السكينة لجاير وبيطلب منه يقتل صاحب المطعم. وطبعا جاير بيكون ضايع وخايف ومش عارف يعمل أي، وبيفضل الإرهابي يقنعه إنه هو يخلص عليه. وبالفعل بيكون صاحب المطعم عايز يمسك التليفون، ولكن جاير بيطعنه في إيده وبعد كده بينزل عليه بعدد كبير جدا من الطعنات، يعني مش بيخلي فيه حتة سليمة. وبيكون الإرهابي قاعد يضحك. وفي اليوم التاني في المدرسة بيكون الوضع طبيعي، ولكن جاير بيدخل عليهم فجأة وهو لابس القناع ومعاه، وبيبدأ يقتل فيهم كلهم. وبيكون بطلنا حاسس باللي بيحصل، والإرهابيين بيكونوا بيراقبوا من بعيد، وبطلنا ساعتها بيكسر باب الفصل وبيجري على المكان، واللي في الفصول بيسمعوا صوت ضرب النار، والشرطة بتبلغ الضباط باللي بيحصل، وبينطلق الضابط اللي مش بيحب بطلنا، وبيجي انذارات على تليفونات الطلاب اللي في الفصول انهم يهربوا او يقفلوا عليهم الفصول. وبيكون جاير فاتح بث وهو بيقتل في الناس، وبيكون عمال يقتل اكتر، والإرهاب بيقول له إن لو بطلنا شافه هيمنعه وسلاحه مش هيحميه، وده نابع عن إحساسه الفطري إن هو يحمي نفسه، وده هو اللي عايزينه إن هو يجي لهم. وبطلنا بالفعل بيوصل لمكانه، بيكون في عدد من الطلاب مصابين وعايزينه يلحقهم. وبنرجع مرة تانية لجاير اللي بيدخل الفصل الخاص بلوسي وهي بتكون مستخبية، وبيقتل طالب صديقها، وكمان بيكون هيقتل المعلمة، وبالفعل بيضرب عليها النار. وبعدها بنشوف إن طيارات الصحافة وصلت وكمان الشرطة عشان بيهربوا الباقي اللي لسه عايشين، والشرطة بتتوقع إن في أكيد حد بيساعده، وبيقولوا إن هم هيوزعوا القناصين على المباني اللي جنب المدرسة. والإرهابي بيقول للقائد إن هم عايزين يبعتوا دعم لجاير، لكن القائد بيقول له خليه لوحده عشان لو اتمسك يكون لوحده. والشرطة أول ما بتخش المدرسة بيلاقوا بطلنا خارج عليهم وشايل عدد كبير من الطلاب وبيرميهم وبيكونوا مصابين، وهم بيرفعوا عليه السلاح وبيقولوا له ما يتحركش. وعند أم تشارلي اللي بتكون لسه مخلصة شغل وبتفتح التليفون بتلاقي 39 اتصال من جوزها. وبنرجع مرة تانية للشرطة اللي تشارلي بيقول لهم إن ال4 دول مصابين وفي تاني. ساعتها الشرطة بيطلبوا من الإسعاف يجوا، وبطلنا بيطلع يجري على الدور التاني، وبيكون جاير فاتح البث وعمال يتكلم مع الناس ويقول لهم أنا هاخد حق الحيوانات اللي انتوا كنتوا بتقتلوها. ولكن تليفون صديقة لوسي بيرن وجاير ساعتها بيسمعه، لكن ساعتها بيقرب منهم وبيقتل الاتنين اللي مع لوسي، وهي بيسيبها وبيمشي عشان هي كان متعرف عليها وصديقته. وبعد كده بيروح على غرفة الموسيقى وبيقعد يتكلم مع الناس هناك وازاي هو بيكره اللي مش نباتيين. والشرطة بتروح على هناك علشان تقبض عليه، ولكنهم بيتفاجئوا انه مش هناك اساسا، لانه هو كان مغير الوقت بسبب الارهابيين، وان ده فيديو مش بث مباشر. وهو بيكون مع بطلنا ولوسي في المكان الخاص بالاكل، ولكن وهم بيتكلموا وبيطلبوا منه يسلم نفسه، شوية بتطلب منهم يسلموا نفسهم، وبيفضل يتكلم والشرطة بتطلب منه يسلم نفسه، ولكنه ما بيسمعش الكلام. بطلنا ساعتها بيرمي لوسي في الهواء وقت ما الضباط كانوا عايزين يضربوه بالنار، وبطلنا بيديله رجل بيطيره بعيد عن الرصاص. بنشوف ان الولا وقع على الارض، ما جابش منطق من قوة الخبطة، وبتروح الشرطة وبتقبض عليه وبينشروا الخبر في الأخبار وبيهربوا الإرهابيين. وبتكون محاولتهم فشلت، وهم ماشيين بالعربية بيعدوا بجانب عربية والد تشارلي، وبعدها بيحصل جنازة جماعية في المدرسة على روح الطلاب اللي ماتوا. وبعدها بنشوف النائبة في بيت أهل تشارلي وبتكلمها إن هو لازم يقعد في البيت بدل ما الشرطة ياخدوه منهم ويدوه لعائلة تانية،
بس هي بتقول لهم خلي معاكم تشارلي، واللي في الماضي بيكون مقبوض عليه، ولكن الشرطي بيطلق سراحه وبيطلب من أمه إن هي ما تديش تشارلي لحد لو هي عايزة تحافظ عليه. وفي الوقت الحالي النائبة بتقول لهم يحافظوا عليهم وما يخرجش من البيت، وهي هتحاول ترجعه للمدرسة وبتاخد بعضها وبتمشي. وفي الليل بيكون تشارلي قاعد بيتكلم مع لوسي، واللي هي كمان أمها حبسها في البيت ومش راضية تخرجها، وبتقول له إن المدرسة عاملين إرشاد نفسي للطلاب بعد اللي حصل. وبتكون بتكلمه لكنه بيقول لها إنه عايز يقضي على التحالف ده، لكنها بتمنعه لأنها خايفة عليه، وبتقول له إنها هتجيله، وبتنزل من ورا أمها وبتركب العجلة وبتنطلق عليه.